مساء الفل والحلويات عليكم. صفقة يحيى عطية الله صفقة مهمة جدا، لكن خليني أقول لك ليه يحيى عطية الله محتاج الأهلي أكتر ما الأهلي محتاج يحيى عطية الله. تابعوني هقول لكم القصة بسرعة، اكتبوا كومنت، اكتبوا لايك، اكتبوا رأيكم في الصفقة. يحيى عطية الله طبعا كان موسم 22 ده بالنسبة له خيالي، سواء مع الوداد حقق الدوري وحقق دوري أبطال أفريقيا، وطبعا مع المغرب في كأس العالم وإنجاز ولا أروع، رابع العالم. مسيرته فرقت معاه رغم انه مع منتخب المغرب شارك في حوالي 22 مباراة دولية، مسيرة قصيرة لكن نينجا. طيب بعد مونديال قطر اما انتهى، يحيى عطية الله قبل المونديال كان قيمته التسويقية 1.5 مليون يورو، بعد المونديال ارتفعت ل 2.5 مليون يورو. وليه لا؟ ده عمل اسيست ولا اروع ليوسف النصيري في البرتغال، اللي عمل القفزة التاريخية اللي كانت هتكسر رقم رونالدو، ووصل اول منتخب افريقي وعربي لنص نهائي المونديال. فيحيى عطية الله مشارك في انجاز كبير قوي على المستوى الفردي. طيب بيشبهني كتير قوي باشرف بن شرقي اما جه الزمالك، لان اشرف بن شرقي ويحيى عطية الله كومن في حاجه واحده، فتره تالقهم كانت مع الوداد. يعني يحيى كل تالقه والبيك بتاعه في 22 مع الوداد، بعد كده اما طلع بقى واحترف في اوروبا وطلع على سوتشي الروسي. اما ندخل على ترانسفير ماركت هتلاقي الكيرف بينزل. يحيى عطية الله لو تكيف مع الاهلي هتلاقي القصه هتختلف معاه تماما، وهيصبح الاهلي بالنسبه له هو زي علي معلول كده، هيبقى وطن بالنسبه له. فنتمنى التوفيق ليحيى عطية الله، وهتبقى منافسه شرسه جدا ليحيى وعلي معلول. توقعاتكم مين هيكسب المسابقه، ولو انها تبقى في صالح النادي الاهلي؟ سلام.